موقف محرج حصل معايا دلوقتي. مش عارف اعمل ايه. قلت اقول لكم، انا بيني وبينكم قاعد في البيت، قلت ايه، اروح احلق دقني واحلق شعري عند الحلاق. المهم نزلت، كان عنده بتاع نفرين قاعدين، استنيته لغايه لما خلص ودخلت قعدت على الكرسي. وما فيش يا اخوانا 10 دقايق ولقيت لك النور قطع. المشكله ان هو كان بدأ يشتغل يا اخوانا، فخد لا مؤاخذه النص ده، فاهمين انتوا، وما لحقش ياخد النص التاني لما النور طفى. المشكله مش في ده كله، ده عادي ده والله. المشكله ان بتوع الشغل بيرنوا عليا دلوقتي وبيقولوا تعالى بسرعه عايزينك في الشغل. انا ولا ينفع معايا كاب، حتى لو لبست الكاب هيبقى باين النص ده كده والنص ده كده يا اخوانا. انا امشي ازاي؟ النور قطع طبعا عند الحلاق. المشكله ان هو خد السالف ده معاه، التاني سابه وساب النص ده كله. طب امشي ازاي يعني يا اخوانا انا دلوقتي في الشارع؟ ده انا نسيت وجبت الفوطه بتاع الراجل معايا. طب عايز اروح الشغل الوقت، اروح ازاي يا اخوانا؟ امشي بنصين انا في الشارع؟